قصتنا اليوم بدات في 1983، الوقت اللي كانوا فيه تجار المخدرات كولومبيا كاملين كيصدروا السلعه ديالهم للامريكان. امريكا في الوقت ديال الثمانينات كان السوق متعطش لجميع انواع المخدرات، الشيء اللي خلاها قبله ديال مجموعه ديال البارونات الكولومبيه. كانوا الامريكيين هما اللي كيتكلفوا بعمليه ديال النقل من كولومبيا لامريكا. إدارة محاربة المخدرات DEA رفعت تحدي وكانت كدير اللي بجهدها باش تمنع دخول هاد المخدرات لأمريكا. كانوا لي ترونسبورتور كيسافروا بطيارات صغيرة من فلوريدا لكولومبيا، كيشارجيو السلعة ديالهم ويعاودوا يرجعوا بها للميريكان. هاد لي ترونسبورتور كانوا تقريبا كيتميزوا بداك اللباس اللي كيلبسوا، اون فوا كتشوفهم كتعرفهم بلي راهم متابعين لشي عصابة اولا كيديروا شي حاجة اللي هي ممنوعة. هادشي اللي خلى إدارة محاربة المخدرات تعرفهم غير من اللباس ديالهم وتحاول تراقبهم من بعيد. وهنا باش إدارة محاربة المخدرات يضربوا عصفورين بحجر واحد، كانوا كيخليو هاد المهربين هادو يدوزوا السلعة وكيراقبوهم حتى كتم عملية التسليم وكيشدوا المهربين والتجار في نفس الوقت. أمريكا زرعت رادارات ديال المراقبة على جميع المناطق الساحلية ديال فلوريدا، واستعنوا الطيارات ديال المراقبة وحتى السفن الحربية لدرجة ما بقاتش شي حاجة تزهق. وبهذه الطريقة قدروا يتغلبوا على هاد المهربين ويحاولوا يحدوا من الكمية ديال المخدرات اللي كانت كتدخل للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن راجل واحد في هذاك الوقت غيتحدى هذه المنظومة وغيهرب مخدرات أكثر من أي واحد خدم في التهريب، وغتوصل القيمة ديال داكشي اللي هرب مليارات الدولارات. والغريب في الامر هو ان امريكا واداره مكافحه المخدرات غتكون عارفه باللي المخدرات كيدخلوا التراب الامريكي، ولكن ما قدروش يعرفوا شكون كيدخلها. ريك ليدجز اذكى مهرب في ذاك الوقت، قدر يهرب اطنان ديال المخدرات الوقت اللي كان يستحيل فيه يدخل شي حاجه للامريكان. ريك كان رجل اعمال معروف بالعلاقات ديالو مع رجال الدوله والسياسيين، وهذه التصويره ديالو مع الرئيس الامريكي ديك الساعه جيرالد فورد. ريك كان مهووس بشي حاجه سميتها الطيارات من صغره، وقدر انه يسوق اول طيار في حياته ملي كان في الثانويه. من بعد غيلتحق بكليه الطيران وغيقرا اي حاجه كتعلق بالطائرات وغيتخرج منها مهندس. اول شركه اسسها ريك هي اير امريكا، وكان التخصص ديالها هو تعديل دوك الطائرات الصغيره. شهر ريك وكبرت الشركه ديالو، وبطبيعه الحال الفلوس دخلات، وهنا فين غيدير علاقات ديالو مع النخبه ديال المجتمع. الامور كلها كانت مزيانه حتى العام 1980 اللي كانت فيه ازمه اقتصاديه اثرت على العالم وامريكا بالخصوص. المهربين غيبداو يجيو عند ريك ويطلبوا منه يعدل لهم شي بلايص في الطياره ديالهم اللي ما تكونش باينه. ريك كان عارف بلي راه كيتعامل مع مهربين، ولكن بحكم الازمه والشركه ديالو ضرات بزاف في هذا الوقت خلاه يتعامل مع هاد الناس ويصايب لهم اي حاجه بغاوها، المهم هو الفلوس تبقى داخله. واحد النهار ريك صاوب لواحد الكليان طيارته، ولكن هذا الاخير ما بغاش يخلصوا فلوس وعطاه الصاك عامر فنيد طبيعه الحال مخدرات، وقال ليه هذا الصاك فيه سلعه اكثر من الفلوس اللي طلبتي. وهنا ريك شاف تعيا، وبحكم الازمه اللي هو فيها ففكر انه يشد داك الصاك ويمشي يبيعو شي واحد باش يشد الفلوس ويخلص بها الخدامه اللي معاه. اول بيعه غادي يديرها غتكون واحد البوليسي اللي مداير راسو تاجر مخدرات. غادي تشد ريك وغيبدا التحقيق معاه، وهنا غيبان لهم باللي السيد غمزرف وماشي تاجر، وطبيعه الحال ملي غيقول لهم المصدر ديال الصاك كيفاش وصل ليه. هنا اداره محاربه المخدرات غادي دير معاه واحد البلان، وغيقولوا ليه غادي نخليك تمشي، حنا عارفين انك انت ماشي بزناس، ولكن بشرط هو انك تبلغنا بدوك المهربين اللي كيجيو باش يعدلوا على الطيارات ديالهم. وفعلا ريك ما عنده ما يدير، غادي يوافق وغادي يرخيه وغيرجع لك الحياه الطبيعيه ديالو وغيرجع للشركه والخدمه. وهنا بدا كيلاحظ ان هاد المهربين كيصوروا فلوس صحيحه من الخدمه ديالهم، اضعاف مضاعفه ديال داكشي اللي كيصوروه هو. وهنا غيبدا يلعب ليه الشيطان في راسو. في 1981 قدر ريك يوصل لواحد العصابه فلوريدا اللي عطاتو فلوس صحيحه مقابل يجيب لهم شي سلعه. في ذاك الوقت الشركه ديال ريك قربت من الافلاس، هاد الشيء علاش غيوافق يخدم مع العصابه باش يصوبي الشركه ديالو. وفعلا دار 3 العمليات مع هاد العصابه، وقدر انه يمنع وخا الرادارات والحمله اللي نايضه على فلوريدا. قدر ريك يوصل السلعه بلا ما يحصل. وهنا غادي يتعرف عند المافيا الكولومبيه، وغيتواصل معاه واحد من كبار المافيا د ميدلين، وغيطلب من ريك باش يدوز ليه السلعه ديالو. غيقدر يتعرف على واحد مسؤول فاسد
اللي غيرشيه باش يعطيه المواقع ديال الرادارات وشحال كتشد وباش يتفاداها. وفي نفس الوقت باقا العلاقه ديالهم مزيانه مع اداره محاربه المخدرات، ومره كيلوح لهم شي واحد ولا جوج من المهربين باش يلمع الصوره ديالو عندهم وما يحطوش عليه العين. من بعد 3 شهور ديال التخطيط ريك غيدير اول عمليه ديالو مع المافيا في واحد الرحله ديال 5000 كيلومتر اللي غيضربها في 13 ساعه. غيوصل لكولومبيا وغيشارجي السلعه وغيرجع عاوتاني، وغيقدر ينجح هاد المره ويوصل طون ديال الكوكايين اللي غياخد فيه $1,000,000. وفي عام واحد غيدير ريك اكثر من 10 العمليات، وكل عمليه كياخد عليها $1,000,000. وهنا ريك غادي يولي بروفيسيونيل وغيخدم معاه ناس اخرين، وغيعدل كاع دوك الطيارات اللي كيخدموا بهم بيديه وباحترافيه كبيره. وهذا الشيء كله ما عمر ريك تشد او لا تشد شي واحد خدام معاه. بقى ريك خدام 3 سنين باقي محافظ على العلاقه ديالو مع اداره مكافحه المخدرات. ولكن في 1984 طاح العصابه اللي خدم معها ريك اول مره، وغادي تجبد سميتو في الدوسي. وهنا غادي يشدوه وغيدوزوه المحاكمه مع 15 واحد من دوك العصابه. ريك غادي يقول لهم باللي فعلا راه خدم مع هاد العصابه هادي، ولكن كان كيدير هاد الشيء حيت كان مخبر ديال اداره مكافحه المخدرات، وهاد الشيء كان متفق معهم عليه. وغيقدر يقنع المحققين يشهدوا معاه في المحكمه ويقولوا باللي راه كيعاونهم باش يطيحوا تجار المخدرات في امريكا. ريك كان خايف بزاف لا يوصل هاد الشيء للعصابه الكولومبيه، وخصوصا التعاون ديالو مع اداره مكافحه المخدرات، حيت كان عارف باللي غادي يكون اخر نهار في حياته. ريك كان كل اسبوع كيدير هبطه لكولومبيا باش يهرب السلعه، وفي نفس الوقت باش يثبت لهم الولاء ديالو. كانت الفتره ديال المحاكمه ديال ريك تقريبا 3 شهور اللي دخل فيها $13,000,000. يعني ان في هاد الوقيته اللي كان كيتحكم فيها ريك كان خدام ديك الساعه. من بعد غادي تفضح ريك وغادي تتم المراقبه ديالو مع عند اداره مكافحه المخدرات، وملي غيعيق بهم انهم حطوا عليه العين، هنا غادي يهز الفلوس ديالو غيصيفطها جزر الكايمن وغيشد طياره وغيمشي. في 1986 ريك غيتشد في جزر الكايمن وغيرجع لامريكا. وخا في ديك الوقيته ما كانتش شي معاهده ما بين جزر الكايمن وامريكا بتسليم المجرمين، الا ان جزر الكايمن شفت باللي هذا السيد هذا غير مرغوب فيه، يعني ديال المشاكل والصداع ومافيوزي. هنا قررت باش يسلموه لامريكا. ريك غادي يكون متعاون بزاف مع البوليس وغادي يعترف لهم بكل شيء، وغيجبد لهم الفلوس كاع اللي هرب واللي مخبع، كل شيء غادي يحطوا لهم اتفاقيه مسبقه باش يتعاون معاهم ويخفوا عليه الحكم. غادي يتحكم ريك ب8 سنين. وتلهنا سالات القصه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في قصه اخرى، وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش تابوناو، والسلام عليكم.